الفراخ كده كله في الكبة على طول، في الكبة بقى او في الخلاط تقدري ان انتي تعمليها. هنبدأ كده ونسمي بالله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شجعونا كده باجمل لايك وتابعوا معانا الفيديو للاخر هيعجبكم جدا. هنا حطينا كده بصلايه تكون كبيره، وحطينا كمان 3 حبايات من الطماطم. وهنا بقى معانا هضيف ربع كوبايه من الزيت، وده اساسي لازما ربع كوبايه من الزيت، بس الزيت يكون نضيف مش بتاع التومين خالص عشان ما يديش ريحه مش كويسه في الفراخ. هنحط كمان معلقه من الخل، وهنحط ليمونه كامله هنعصرها، وبعد كده هنضيف كمان معلقه من هريسه الشطه اللي هي بتبقى فيها توم. وهنا ضفت كمان معلقه من معجون الصلصه، وهنضيف كمان مكعب مرق. هضيف بقى ايه مجموعة كده من التوابل انا خلطها كده عندي في البيت. هي عبارة عن ايه ملح وفلفل وجوز الطيب، وكمان سماق وجنزبيل وقرفة، وهنحط كمان شوية حاجات تاني عليها. هنا بقى حطينا دي بابريكا اللي هي المدخنة معلقة، هيديكي لون حلو جدا البابريكا اللي هي المدخنة، وكمان ريحة حلوة جدا. ضفت كمان معلقة صغيرة من الملح وسنة من الفلفل الاسمر. هبدأ بقى ان انا اضربهم كده بقى في الكبة كويس جدا. وهنا طبعا مش شرط خالص ان انت تستعملي الكبة، ممكن في الخلاط، وانا اغلبية الوقت بعملها على طول في الخلاط وبتبقى تحفة جدا. يعني اللي ما عندوش الكبة يستعمل الخلاط. هضيف هنا بقى مكون واحد للتتبيلة ديت هيخليها زي بتاعت بره بالظبط، وده السر بقى بتاع بره هقول لكم عليها دلوقتي. هنحط ايه على التتبيلة حاجة تحفة جدا. هنا بقى هبدأ ان انا بجيب الفراخ، طبعا نبقى غسلينها كويس جدا، وبعد كده بننقعها بقى في خل او ليمون. وطبعا اساسي الليمون بديل الخل، يعني انا بقترح الليمون احسن من الخل ان انت تنقعي فيه الفراخ، بيطلع الزفارة وبيديكي نتيجة حلوة جدا الليمون. وكمان الملح، ولو في بقى يا سلام معلقة من الطحينة هيخليلك الفراخ ريحتها تحفة جدا. طبعا هنا احنا قطعنا كده الفراخ وعملنا لها كده فتحات عشان تشرب من التتبيله وتديكي نتيجه حلوه جدا. كمان هنا الفراخ عشان يديكي نتيجه حلوه جدا، ونصيحه ان انتي لازما بعد ما تغسلي الفراخ لازما تصفيها عشان تشرب من التتبيله. وهنا بقى ده السر بقى بتاع المطاعم اللي بقول لكم عليه، معلقه من الدبس الرمان او الصويا صوص او العسل الاسود لو مش متوفر عندك الدبس الرمان او الصويا صوص، لكن بيديكي نتيجة حلوة جدا الدبس الرمان وبيبقى تحفة جدا. هنا بقى بدخل كده بقى التتبيلة بتاعتنا كده من كل جهة في الفراخ. طبعا انا عملت لها الفتحات ديت عشان تشرب كده من التتبيلة، وكمان ما تاخدش معانا في التسوية وتستوي معانا على طول، لازما تعملي لها الفتحات ديت. وهنا بقى طبعا الفراخ لازما بقى عشان خاطر تديكي طعم حلو جدا على الاقل تسيبيها كده ساعة نص ساعة بالكتير قوي. لو انتي مستعجلة عليها يبقى نص ساعة، لكن كل ما تسيبيها كده في التتبيلة بتبقى تحفة جدا. وسلام بقى لو عاملاها من بالليل وسايباها كده في التلاجة في التتبيلة بتاعتها هتبقى خطيرة. هنا بقى سبتها كده حوالي ساعة، وبعد كده بدأت ان انا بجيب كده عود اللي هو بتاع القرفة، بيديكي ريحة تحفة جدا. كمان حطيت وحدتين من الورق الرول والروزماري لو متوفر عندك. وطبعا كل الاضافات اللي احنا ضايفينها ديت بتدي طعم وتيست عالي جدا وريحة حلوة جدا للفراخ. وهنا بقى بعد ما طلعناها واستوت معانا كده من تحت اديتها وش كده حلو، وزي ما انتم شايفين طالعه شكلها تحفة جدا. وعايزه اقولك الطعم خطير جدا وطريه جدا ومستويه، بس هي سخنه جدا وانا مش قادره ان انا امسكها خالص بايديا لانها لسه طالعه من الفرن حالا زي ما انتم شايفين كده. شايفين بجد تحفة جدا، سخنة قوي وتحفة، وكمان طرية جدا والطعم خطير بجد. التتبيلة تحفة، هتعمليها وهتدعيلي، وكل اللي هياكلها منك هيقولك ازاي عاملة الطريقة دي. ولا الصوص الرهيب اللي نازل منها اللي يتاكل كده ويتغمس كده بالعيش، بجد خطيرة جدا تحفة. جربوها ومستنية تعليقاتكم وقولولنا ايه رأيكم في الجمال ده. واتمنى حبايب قلبي لو وصلتوا لغاية هنا وعجبكم الفكرة شجعونا باجمل لايك وكومنت حلو منكم واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل الاشعارات بتاعتنا الجديدة.